مساء الخير وحلقة جديدة من عدي يومك. الحقيقة النهاردة قعدت كتير أفكر هسمي الحلقة إيه، ما لقيتلهاش اسم عشان أنا النهاردة مع صاحبي وأخويا الفنان الجميل ياسر الرفاعي. باشا عامل إيه؟ عايز اقول لك بس على حاجه. ياسر الرفاعي منورنا. نتكلم جد وبدات تعملي ظهرك كده وتقفز وبتاع. انا جايه أنا ما انت قلت لي بتكلمش الموضوع فيه بجد. هزار وضحك. حصل. انا كويس، أنا كنت خايف من الاغنيه اللي جايه بعدها. لا فاحنا لحقنا ربنا نقفل يستر بسرعة. يعني. يلا أهلا باشا. وسهلا بيك. مساء الفل. عامل إيه؟ مساء الجمال. انا زي الورد بالياسمين. أنت منورني جدا في عدي يومك. الله يخليك. ياسر انت من الناس اللي اوحيت لي باسم عدي يومك. كويس ان انت قلت من الناس، يعني دي حاجه حلوه. باشا انت قلتش يعني مين. كبير الناس. يا الله سلام، يخليك. احنا عندنا كام ياسر الرفاعي في الدنيا؟ ما تقولش والله كده، ما العظيم تقولش كده. انت يعني. يعني انت عارف انا بحبك قد ايه من زمان، بقالنا سنة ونص تقريبا نعرف بعض. مش كفايه كده. كفايه سقط عجلي. ايوه. خلاص، ما ياسر بيزهق بسرعة او ما ايوه بيزهقش، لسه عايزين نتكلم في ده. ماشي. ياسر بيحصل معاه ايه؟ تاني هقولك ان انت من اللي اوحيت لي بعدي يومك عشان بحسك بتعرف تزق معانا الحاجات، بتعرف تعدي اليوم، نروح هنا ولا هنا، يلا بينا يا جماعة اي حاجة. عرفني ايه الحكاية دي، بتطلع من بابل ازاي، ولا انت اصلا عايش في بابل؟ طيب انا هقول لك على حاجه. انا بحب اليوم فكره اليوم نفسها. هم. يعني احنا بيبقى كل واحد في عمره عدد ايام، فانا عايز اتبسط بالعدد الايام دي يا سيدي. يا يا سلام. عايز استمتع بيها يا طب سيدي. بذمتك وفي حد مش عايز يتبسط؟ بجد ما لا، كلنا والله عايزين في نتبسط. حد مش عايز يتبسط. ده تفتكر عنده مشاكل؟ ونكدي وحاجات وفجاه واخد الحياه كده في يا دين النبي، الدنيا كلها جت ضدي. ليه جت ضدك؟ وانت مهم قوي كده للدرجه دي؟ ماسك حاجه في البلد؟ بجد والله. طب ممكن في حاجات فعلا بتبقى مضايقاه، ما هو ازاي بقى يخرج بره اللي يا مضايقه سيدي ده؟ هو حاطط نفسه في قالب انه يبقى متضايق. هم. انا ماليش، مش عايزه ده. يعني انا عايز انا عايز الفرفوش اللي افرفش. والله اللي اتكلم معاه في موضوع يتكلم معايا في حكايه ما هو ده طبيعي، ما ده لازم. ونفك الدنيا، انما ناخد الموضوع على صدرنا. كفايه صدرنا باظ. الف سلام. كفايه قد كده. يا باشا ألف سلامة. أنا الله عايز أقول لك يسلمك. كمان مبروك على يعني على ابن النادي جدا، الله مبروك يبارك ألف ألف فيك. مبروك. أنا اتفرجت يعني على أول كام حلقة. بص انا عايز اقول لك على حاجه. قول لي. انا يعني مش مستني حاجه في حياتي، تمام، غير الموضوع بتاع ابن الناس ده. يا الدور انا بحبه بشكل غير طبيعي، وبحب الشخصيه، يعني بحبها قوي. إن شاء الله يعني من نجاح لنجاح وتكسر الدنيا. بس احكي لي إيه اللي حببك في الشخصية قوي دي كده، أنا لسه ما أعرفهاش. يعني بحس ان انا تطورت يعني من خلال ممارستي بالفن، يعني التمثيل. ف فبدات اذاكر شخصيه بجد، يعني بدات اذاكرها واشوفها، ولما بشوف حاجه و... واتخيلني فيها يعني، وببقى عايز اتبسط. بتعيش الشخصية يا ياسر؟ الشخصية اللي بتمثلها بتعيشها؟ بتبسط بالشخصيه يعني. بعيش اللحظات اللي المفروض تعيشها الشخصيه، هم. وبس ببقى واعي، يعني مدرك ايه اللي حاصل. لازم ابقى واعي، يعني واخد بالي، اعمل كنترول من فوق. أنت فين والشخصية بس فين؟ ساعات الشخصيه تعمل حاجه كده، يعني رياكشن انا مش عامل حسابه كياسر يعني. يا مع الكلام. يعني فاهمك. هو حد بيكلم حد، ففجأة يعني دماغ الشخصية قالت إن الإفيه ده هيبقى أحلى من ده. أنت جوه الحالة، فأنت بتتكلم بوجهة نظر الشخصية مش بوجهة نظر ياسر. أنا بشوفها كده. دي شطارة في التمثيل يا باشا، دي عبقرية في مش عارف التمثيل، دي مش أي حد يعرف شطارة يوصل لها. مني ولا بتفلت مني. بتروح شوية وبتاع، يعني أنا ساعات بخلص مشهد ببقى متضايق جدا، فأقول له عشان انت يا عامل ابني مشهد حزين بس. ده حلو قوي وبتاع. أقول لهم لا، أنا ما حسيتش إن ياسر اللي قال. أنا حسيت ها. إن الشخصية ضحكت عليا، خلتني أقول مش ده الستايل اللي أنا برمي بيه. فاهم قصدي؟ فاهمك جدا. ما اعرفش، يمكن دي تكون يعني سقطة مني يعني، ولا ميزة، مش عارف يعني. طب بمناسبة ابن النادي، وانت قلت ان دور مهم جدا، ايه اغرب موقف حصل لك في تصوير ابن النادي، او ايه حاجة اللي علمت معاك قوي؟ اللي علمني، اللي قلقني في ابن النادي، او اللي خلاني مركز قوي، ان في ممثلين مهمين جدا. يعني احمد فهمي، ايه سماحة، احمد عبد الحميد، طبعا حاتم حاتم صلاح، صلاح، حبيبي حبيبي. مين تاني، جلا فهمي، جلا هشام قصدي. في ممثلين، يعني في ممثلين هيشتغلوا كويس قوي على نفسهم، يعني انت هو عارف. بصراحة الكرو كله، الكاست كله يعني نجوم كبار. انا مستمتع جدا بالفرجة عليه بجد والله. فانت رايح تعمل ايه يعني؟ انت رايح يا باشا. تضيف ايه يعني؟ الناس ضايفين كل حاجه، فاهم؟
فهي دي كانت كنت داخل خايف. مسؤولية، مش داخل خايف على قد ما أنا داخل مأمن نفسي، يعني داخل أخش السباق معاهم، دخلوني والنبي يعني أمشي معاكم بس يعني، أو من بعيد كده أو بتاع، بس أبقى موجود. وحبيت يعني، هي الفكرة إن حصل مع الشخصية حب يعني، وده ما بيحصلش كتير يعني. احكي لي اغرب تجربه حصلت معاك في التصوير والمناسبه. في ابن النادي امم. أغرب حاجة، هو في حاجات يعني كام حاجة يعني، منهم مثلا إن أستاذ كريم سعد امم. مخرج المسلسل، آه، هو بيحب الحاجات ريل جدا، فعايزنا بحب. نلعب كورة بجد. ياه. أيوة، فاهم الموضوع. وانت أنا اصلا بتلعب كوره؟ ما أنا أحكي لك يعني أقول لك الموضوع ده، فهو عايزنا نلعب بجد يعني، فإحنا مركزين جدا في التمثيل، واحنا برضو يعني سننا مش صغير يعني، الشباب اللي لعبنا 17 سنة وحاجات كده، فهم الشباب ما يعني. شاء الله عندهم الصحه اه والجري والبتاع ده البيك. وانا اصعب حاجة في المسلسل اني بعمل شخصية سريعة جدا يعني بجد سريع يعني، هو ده ميزته تمام. فانا يعني بجري مرتين ثلاثة ويبدأ قلبي يدق جدا يعني وبتاع، انا عايز اقول له انا مش يعني، انا عديت المرحلة دي. وانا كنت بلعب زمان في نادي الفيوم، كان عندي الصفات بتاعت الشخصية، سريع وكنت بلعب حافي وحاجات كده، وكنت مهاري وبلعب كويس، بس من زمان يعني. فروحت الجيم قبلها مهم. وزدت 6 كيلو عشان اعرف اتخانق اعرف مع الناس بس اللي اجر بتتخانق معايا الجريتين في دول. الملعب دي. وبعدين انا شفته هو صعيدي، ودايما الصعايده البيور، او الصعايده اللي لسه بيجوا القاهره اول مره بيتكلموا بصدرهم، يعني بيبقى نافخ صدره وجاي واكل يعني، وهو واد اللي هو كده يعني، واد اللي هو ايوه نعم انا حاجه. متخيل هتدخل الخناقه دي ازاي. ايوه، فانا كنت متخيل تفاصيله، و فكنت ببقى مركز على ده، فهو جه قال لنا احنا هنلعب كوره بجد. مم. فانا يعني انا كان في مشهد بعمله، المفروض ان انا يعني مش عارف الكلام ده هينزل امتى، قبل ما نحرق المسلسل ولا ايه الحكايه، المفروض ان انا بعمل فيه مجهود غير طبيعي، فانا عملت مجهود غير طبيعي وبدات اعرق وبتاع، وانا ما بعرقش في الطبيعي يعني، فانا حسيت اني بذلت مجهود كبير جدا، فقلت اروح لايه يعني، اكسب ودي المخرج يعني، اقول له ان انا تعبت يا جريت ريس حبتين. والدنيا تمام عشان ترضى يعني. فرحت بمنتهى الشجاعه كده وقلت له كويس يا استاذ. قال لي لا انا مش عايز الحاله دي، انا مش عايز ان انتوا تعملوا كده، لا انا عايزكم تبقوا جامدين، لسه الصعب جاي. انت لسه هتجري يا حبيبي. انا خدت كلمه، قلت لسه الصعب جاي، ده انا فاكر ان ده اصعب حاجه في الحياه، بجد والله انت مش متخيل الموضوع عامل ازاي. بس دي حاجات من الحاجات اللطيفه يعني اللي مرت بالمسلسل. وفكره ان انا ابقى محافظ على تفصيله، ان انا بضحك بشكل معين وبتكلم بشكل معين، كريت للشخصيه اللي انا عاملها اللا معقوليه دي، ان هو ما دايما بيشوف المشكله فين وبيلف حواليها، هو ما بيعرفش المشكله فين اساسا. مهم. فخد شغل يعني، فخد شغل ان انا ابحث وان انا اعمل افيه صعب وحاجات كده. يا باشا ان شاء الله تكسر الدنيا، انت يعني انت من الممثلين يا الشطار حبيبي، جدا 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 في الحته الكوميدي بالذات بس أنا ما بصراحه اعرفش ارد بشوف. والله على الكلام الحلو ده. لا والله مش كلام حلو، انت عارف ان انا بني والله ادم ما بجاملش، انا لسه كنت بقول يعني انت في انا عالم لا موازي وفي بابل انا بس وبتاع، لا انا ما عشان بقولش كلام حلو خالص. الناس اللي بتبقى عارفاني، لما حد بيجي يقول لي كلام حلو والله بجد وشي بيحمر، اول حاجه ما ببقاش عارف ارد اقول ايه، يعني ايه الرد اللي ممكن يتقال على ان حد بيقول لك انت حلو قوي، انت جميل، انت ممثل هايل. بص هو انت المفروض تبقى متعود على ده. فبشوف ان انت في حاجات ما بتعرفش ترد عليها، ساعات بتمثل شخصيات مش حاببها اصلا. يعني ساعات يعني كل الشخصيات اللي انا بشتغلها ببقى حابب فيها جزء يعني، بس الشخصيه دي حابب فيها اجزاء كتير، يعني حلو. اكتر من جزء يعني. يعني انا اتمنى ابقى واصل لمرحله ان انا يعني آه جوه الشخصيه قوي قوي قوي، لان ده بيبقى فيه متعه قوي يعني، بس الخروج منها شويه بيبقى صعب، يعني الخروج ايوه منها. ما ده قصدي، ان انت بتتقمص الشخصيه يعني بتحس ان الخروج منها صعب. يعني انا مثلا اجي اشتغل حاجه تانية، احس ان الاول يعني مقصر في حاجه كنت بعملها مثلا، فاخد بالي اقول لا دي بتاعتها، عشان ما خدش الفتره يعني. اعتقد يعني مش عارف الكلام اللي بقوله ده صح ولا ايه، ان الممثل كل ما يخلص عمل
ياخد فتره نقاهه. حاجه شبه الديتوكس كده، سمعت بسيطه، حتى فنانين لو كبار بسيطه جدا. بيقولوا كده فعلا. فانا قلت عشان هم فنانين كبار وانا لسه ما وصلتش للمرحله فنسمع دي، الكلام. لا ما اروحش يعني، ما اخدش فتره نقاهه، انا لسه مش كبير. لما ابقى كبير ابقى اخدها يعني. فدلوقتي باخد كده، ممكن اجيب لنفسي حاجه حلوه بتاع بصالح وامشي نفسي الدنيا يعني. بشوكولاتايه. بتصالح نفسك ازاي يا ياسر؟ مصلح نفسي ازاي؟ بتفرج على فيلم، بتحب تتفرج على او يا الافلام؟ سلام لو طلع فيلم حلو. انا عايز امم اقول لك زمان كنت بقعد اتفرج على البروموهات كلها بتاعت المسلسلات الاجنبي والافلام الاجنبي وبتاع، لحد ما يعجبني برومو. فده وده اللي ده ده بقى هتتسحل ده, معاه. ده الرحله اللي انا هبدا معاه. عشان كده كنت بتعب لحد ما اوصل لمسلسل او فيلم. عشان كده ما بحبش حد يقاطعني في الفرجه. ما في الفرجه يعني أنا خالص. لو كلمتك وانت بتتفرج مش هترد عليا؟ مش هرد، مش عايز ارد دلوقتي، انا مركز مع البطل او مع الحكايه نفسها، ببقى مشدود، ببقى رايح يعني. لدرجه انت ممكن تخش عليها تلاقيني معيط يعني، انت وقاعد متاثر لهذه الدرجه؟ واعمل امم عارف الحاجات الشحتفه دي. والله ساعات، وبعدين اقول دول ممثلين يا ابني. طب ازاي انت نفسك بتقول كده يا باشا؟ ده انت ممثل يعني، دي ما شغلانتك. هي بقى الفكره ان انا بفصل من انا ممثل لاني شخص عادي، هم. عشان اعرف اتبسط، عشان اعرف استمتع يعني. في الاول كنت بروح اتفرج على العروض المسرحيه وحاجات بتحكم من وجهة نظر وبحلل. كممثل، انا ايوه. بحلل ومش عارف، لما اقول امم افيه اقول المفروض يبقى احسن توقع، من كده، في مش عارف ايه. توقع يا اخي، مش آه. عايز غباء، راكد شويه في دماغي يعني. وبعدين اقول الكوميديان حلو، ليه ما بتشتغلش على نفسك اكتر يا اخي؟ وبعدين اقول وانا لو قلت له الكلام ده ممكن ما تقبلوش يعني. وانت مش مستمتع بالعرض اللي حصل قدامك للاسف يعني. ما انا امم متضايق جدا. فاهمك. ممكن العرض يبقى لطيف او بس انت كويس، بتبص من وجهة نظر الممثل مش من وجهة الممثل نظر البني ادم. واقعد اقول لا لا في ده ما اتقالش هنا دلوقتي، لا مش حلو ده، مش عارف، امم واقارن وحاجات كده، عامل فيها موسيقار وبتاع. انما قلت لا، انا عايز استمتع يعني، انا عايز اروح اقعد على العرض واكركر يعني واضحك. بيقولوا طبعا. كركر ولا كركر. كركر ده اسم فيلم. لا لا، في حد بيقول لك انا بضحك ايوه، كركر وكركر بضحك ضحك صح؟ وكركر، ايوه. عشان انا ساعات بقول حاجات غريبة مش موجودة في لا ليه الحياة كل اصلا. لا موجوده معانا. ايه أقول بتقول؟ ايه غريب؟ طيب ايه مين من صحابك قال لك الكلمه دي غريبه؟ ما اعرفش، انا يمكن لما جيت من من البلد، تمام. كنت بقى ماسك في شوية حاجات كده، كنت بقول كوباية. مش عارف ليه كنت بقول كوباية يعني. فيقول لي انت منين يا ايه ياسر؟ الكوباية دي؟ لا منين بجد، مش منين في المسلسل. لا اللي منين انا بجد؟ من بلدي يعني الفيوم. الفيوم بتقولوا؟ اه لا انا بس مناسب انا من مش الفيوم، مش بس انا بيقولوا مش كوبايه مش بالمناسبه. من الفيوم، من الفيوم. اي انا من قرية جوه مركز، تمام. يعني حته بنت لذينه يعني، بعيده برضو. فهم الناس كلهم بيقولوا حاجات غريبه جدا يعني، بيقول الجنزوره طلعت على الشيخ ضربتها بالشكل. ايه اه والله، اهو كلهم بقى ايه. الله. اه والله. ايه ده؟ لا والنبي تاني فاهمها لي. بيقولوا الجنزوره العصفوره اه طلعت على الشوح اللي هو العمود الكهرباء، ضربتها بالشكل، الشكل العصايه الرفيعه خالص دي، تمام. وحاجات كتير يعني، بيقولوا على البيض دحي، بيقولوا على الفرخه فروجه. فروجه دي انا عارفها انا كويس. جدتي كنت بقول لها يا حني. حني يعني دي اه جده جده اه يعني. البلد اللي جنبنا كانوا بيقولوا لها يا سيه، او مش عايزين يكملوا الكلام، بس تمام يعني. ده استسهال. فانا افتكرتهم يعني يعني في هيكملوا او في حاجه يا هتحصل. اي حاجه. قلت مثلا دول الشباب صغير مش واعي الدنيا، مش عايز يجتهد في الاسم. منجز. الكبار بقى يقولوا، فلقيت الكبار برضو نفس الموضوع. وبعدين جدتي بدأت تغني وتقول لها شاني عليك، وهم قالوا لها ان لساني تي. فقلت ايه ده؟ بص يا مش ياسر، معقول انا اكون من ياسر عيله ياسر شريره. انا نوبي. والله فانا مصاصين عندي دماء. اصلا لغه لو قلتها مفيش حد في الدنيا لا هيفهمها. انت انا قلت لغات جديده عليا. يا باشا انا اتفاجئت، انا حسيت ان دول مصاصين دماء بيقولوا تعويذه وايش جاني عليه اقول ايه ده؟ دي جدتي. يعني عمرها ما فتحتني في الموضوع ده يعني، ما قالتليش اي موضوع عنه خالص. فبقى اكتشفت بقى. انا ما اعرفش ان اختلاف اللهجات ممكن يوصل لهذه المرحله لا لا الحقيقه لا يعني. لا، هو انا كنت بتكلم كده زمان يمكن. اي ما يمكن طبعا. يعني هم كانوا بيقولوا فيه قال اللي حصل جرى لا كده مش امم عارف ولا وحاجات كده، كانوا بياخدوا جابات غريبه مزيكا يعني. فانا كان يعجبني طب خالي. عانيت لما جيت القاهره لا بتغير لا، انا بقى كان بيعجبني لهجتك؟ تمثيل يعني، مش تمثيل، اداء خالي مثلا. اه لما يقعد يكلم جدتي مثلا، انا كنت قاعد اتفرج يعني طبعا كاني قدام تلفزيون. طبعا. فاقول لها والله ما رصيت الموضوع ده يعني، مش عارف كذا. ويبدا ايه ده بيمثل حلو جدا يعني، وبيعمل حركات غريبه فهو ما بالنسبه لي، بيمثلش، هو بيتكلم عادي. وبيعملوا تفاصيل مم. يعني، عارف. وهي تقول له مش عارف إيه، وتروح جايبه حاجه ومكمله. فلما جيت هنا في القاهره ولقيت الناس غريبه برضو يعني، بجد دول غريبين ودول غريبين برضو. دول غريبين في ايه طيب بتوع القاهره؟ بتوع القاهره غريبين انهم ايقاعهم سريع جدا. مهم. اي واحد يعرف اي واحده تمام، مفيش مشكله، يجي مساء الخير ويمشوا وبتاع. وانا لسه جاي، ايه ده؟ في ايه المجتمع ده ليه كده؟ مفهومين.
وناس يعني واخدين راحتهم في اي حاجه. يعني انا يعني احنا البلد عددها نعرف بعض كلنا، فاهم؟ ايوه، صعب ان انت تبص لواحده تعكسها يعني. ده فيها وكلكم خراب عارفين بيوت بعض. ده وبتاع. في ناس بتموت وليله، فاهم؟ وانا نفسي اعاكس يعني، بس بس خراب انتوا بيوت. كلنا عارفين بعض. اه والله لحد ما رحت الثانويه موضوع الموضوع ده كان صعب، بس مهم. لما رحت الثانويه شويه كان الموضوع مفتوح. هم. بس انا ثقافتي من القريه اللي انا فيها ما ينفعش اعاكس، طبعا. لحد ما الشباب شجعوني وبتاع، خد التجربه وبتاع وابدا بقى ادي الصحاب. انا كنت عايز اجرب. يعني انا كنت عايز اشوف واحده ممكن تعجب بيا كبني ادم لو اصلا، عكستها هتعجب بيا ولا لا؟ ولا لا ممكن ما تبقاش شايفاني انسان. مش عارف بجد والله. فروحت لواحده، بس ده كان زمان يعني، وكانت لابسه جيبه كده فيها فتحه كده، فقلت لها لو سمحتي دي فتحه ولا كاتب كتاب؟ قلت تبدا معاها بهزار يعني، فضحكت يعني. فقلت معقول؟ يعني ده معقول؟ شغاله. اشتغلت. طلعت شغاله. اشتغلت. معقول الموضوع ده كويس يعني، انا شغال كويس. فجيت تاني يوم بقى قاعد تحت اكتب رقمي وبتاع. اه طبعا. ما كانش حد يتصل، ما كانش معايا تليفون. والله انا كنت بكتب رقم في العموم يعني، اه، ورقم اللي هو وخلاص يمكن مستني اجيب اشوف. تليفون ولا حاجه. والله انا كنت ببص للمستقبل. حلو، والله. حلو ان بس الواحد انا كان يبص عندنا للمستقبل. حتى الشباب في المكان ده كان عندهم جراءه زياده عن اللزوم، وعنف زياده عن اللزوم. يعني مثلا ايه، انا بالنسبه لي الواد المتعلم اللي مش عارف ايه، اللي ما بروحش الغيط وبتاع والحاجات دي، وانا نفسي اروح الغيط، انا بحب الغيط والحاجات دي برضه. اه بصراحه انا بحب الاجواء دي ايوه، جدا، فلما بتفرق. رحت الجامعه الشباب فاتحين صدرهم بقى زي ما بيقولوا ايه مم. بجامد، يعني مثلا يقول مم. لك تتخانق معايا تيجي لي ليه؟ الساحه وتجيب جنازير. يعني ليه؟ الجنزير ايوه بتاع فاهم، بس العربيه. ليه؟ مش عارف ليه القسوه دي. احنا لو وصلنا يعني لهنا. اتضايقنا من بعض ليه عشان نتخانق يعني مع بعض وصلنا اصلا؟ يعني انا اقول له ليه اجيب ليه اتخانق بدايه يعني مم. عشان ايه؟ فكان الناس بالنسبه لي صعبين جدا. يعني انا فما كنت اخلص واروح على طول. فبقى المجتمع القاهري بالنسبه لي برضه غريب جدا. طبعا الايقاع فشفت انا السريع. في ايقاع سريع وحاجات مش منطقيه بيعملوها، بجد مش منطقيه بالنسبه لي. ثقافتي دي غير العالم اللي انا شايفه التاني ده. لحد ما قعدت مع نفسي قعده حلوه يعني كده كويسه، وقعدت قلت انت لازم عشان تعيش مع المجتمع ده تبقى شبههم. فبدات احاول لو عندي حاجات في اللهجات، في اللهجه بتاعتي يعني مم. ما تبقاش موجوده، بس بيبقى في حد رخم يقفش كلمه بتاع، فيا عم سيبها ماشيه يعني، ما حدش هيقول حاجه. معدية. عديها. معدية. لحد ما بقيت ادرس الاشخاص عشان اتعلم كلمات يبقى مظبوطه، اني ادرسهم كتمثيل. بتدرسهم ككاركترات بقى او تفاصيل؟ يعني واتفرجت يعني، انا مره كنت بتفرج على فيلم اسمه ازاي تضحك، ما اعرفش الاسم مظبوط ولا لا يعني، بس هو كان دايما بيقولوا في عده طرق للضحك، وكانوا بيعملوها يعني، كانوا بيعملوها امثال في الفيلم. فعجبني فكره انت ازاي تضحك، يعني ازاي ابقى بكلمها وانا بكلمك وبكلمه، بس انا عارف مدخلها هي ايه في الضحك، فهلعب لها منه، وانت مدخلك ايه وهو مدخله اوه، ايه. دي دراسة صعبة جدا جدا جدا. جدا في التمثيل، خصوصا الكوميدي. طبعا. وانت وانا يعني عارف معاك ايه اللي بيجيب ضحك معاك، خلاص انا جسيت نبضك في كام حاجه كده وانا بقولهم، من خلال ما ببين لكش، بس طبعا بس. بعرف انت بتضحك في ايه، فبعلم عليك، خلاص ده مفتاح، جامد ودي جامد. مفتاحها، وده مفتاح. ده مش عارف، بس ده اكيد مناسب يعني. انا عارف ان فرق تمثيل المسرح مختلف عن تمثيل السينما، مختلف عن مش عارف ايه. فانت كممثل كوميدي ايه الفرق بين ده وده وده، ان انت تمثل كوميدي في مسرح او تمثل كوميدي في دراما او في سينما؟ بص، هو المسرح هو انك تحتضن الجمهور، هم. يعني تبقى صوتك عالي، مسموع كويس، الفيزيكال اكشن بتاعك والحركة بتاعتك تبقى زيادة، هم. عشان الست العجوزة اللي قاعدة بعيد او الراجل اللي قاعد في الاخر ده يبقى شايفك بوضوح، حتى الرياكشن بتاع الوش بيبقى اوفر زي ما مجهود بيقولوا. اكتر. مش مجهود اكتر على قد ما انت بتشغل كل حواسك، يعني هم. بقول لك ايه يا عم في ايه الدنيا مش عارف ايه وحاجات كده، هم. تمام، عشان يبقى الجمهور واصل له صورة كويسة. طبعا. والإفيه لازم يبقى مرسوم ومخطط وحاجات كده، هم. والحركة دي لازم تبقى، عشان كله يعني بيبقى ماشي على السيستم. إنما في حقيقي. التلفزيون يعني شوية أكبر يعني، لا يعني المسرح أكبر حاجة، التلفزيون شوية أصغر. تمام. ف
فانت بتعمل حركه مثلا، ممكن تعمل حاجبك كده مش عارف ايه، تتحرك كده شويه بتاع. تفاصيل تبان اسهل. بس مش اكتر من كده، مش زي المسرح. طبعا. وممكن ما تبقاش صوتك عالي زي المسرح، اكيد بيبقى في اكيد. مايك وحاجات، مهم. فانت ممكن تهمس كمان، يعني لا يا عم مش عارف ايه، هيتسمع. مهم. السينما الرموش محسوبه، هم. يعني لو عملت رمشك كده انت على شاشه كبيره جدا، صحيح. فكل الناس دي هتبقى شايفه الرمش ده واخد مساحه كبيره قوي في على الشاشه. مم. فلازم كل حاجه بحساب، يعني نظرة عينك وانت بتبص لواحدة وانت بتحبها لازم تكون بتحبها، عشان الناس هتبقى شايفة الحب في عينيك. ياه طبعا ما طبعا، فاهم تهزرش التفصيله يعني، دي خلي كويس بالك قوي. قوي. فالتلفزيون ممكن تبقى بتهرب شوية، المسرح ما بيبانش قوي، بس مهم. بيبان من صوتك طبعا. ان انت صوتك بتحبها. والبادي لانجوج وبتاع. وبعد كده بعد ما المسرح بقى بيتصور بقى يعني بقى بيبان كل حاجة. صحيح. فده مختلف عن ده، مختلف عن ده حتى في المذاكرة بتاعته. اما ده بقوله لك يعني، ده بيدخلك ده حالته غير الحاله دي غير الحاله دي. لان في المسرح ساعات ممكن حاجات تبقى فانتازية يعني، هم. او مش واقعية شوية يعني. في التلفزيون لازم يبقى ليها مبرر. صح. وفي لا وحتى والله يعني في كل حاجه، بص اصل هي فكره يعني الفن عموما، انت داخله وهتتبسط وعايز تشوف فانتازيا وبتاع، ولا عايز تشوف حاجه بتستيك تو ذا بوينت، او انت بتشوف حاجه معينه، فعلى حسب انت هتستقبل الفن ازاي. انت كياسر رفاعي عايز اسالك السؤال ده، انت بتستقبل الفن ان هو زي ما الناس بتقول ان هي حاجه يعني بترفلكت الواقع، او حاجه فانتازيا مفيش مشكله ان احنا نطلع بره الحكايات ونطلع للخيال، انت شايفها ازاي؟ يعني انا بحب الخيال مهم. من وانا صغير، وساعات بتفرج على حاجات بتناغشني يعني، زي بتخليني افكر وبعدين يعني ايه الموضوع ده ايه يعني. الحاجات اللي ممكن تشدك وانت بتتفرج عليها؟ يعني مثلا زي فيلم الهروب مثلا، مهم. فانت تلاقي في حتة مزيكا بنت لذينة في لحظة كان هو بيعمل فيها مش عارف ايه، فتبدأ تعجب بالفكرة. والأفكار كمان اللي بدأت في الدراما تبقى موجودة، إن هو بيوصل لك المعلومة إزاي، وإيه الصح وإيه الغلط من خلال دراما ممتعة. طبعا. فأنت بيبقى أنا المكان ده بيمثلني يعني، مهم. المكان ده شبهي، أنا عايز أعمل كده، أنا عايز أوصل لناس أفكار، وأوصل لناس ضحك وسعادة بشكل أكبر. فإزاي أضحك أكبر عدد من الناس من غير ما أعمل حسابها، من غير بقى أبقى مشهور أو ما أبقاش مشهور. أنا مش فارق لي أبقى مشهور أو لأ، أنا فارق لي أبقى موجود، يعني أبقى موجود وأبقى في ناس كتير بتتبسط انت ما شاء الله مؤثر بسبب جدا في وجودي. حته الكوميديا، يعني انا فعلا انا بيك فان والله، يا وبعترف انا بحبك جدا 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 في الحته الكوميدي، انت يا فاهم. حبيبي والله، أرجلتم تواضعنا والله يا حاج محمد. قلبي يا اخويا والله العظيم. طب ياسر، بمناسبه التمثيل تقول لي مين من الممثلين اللي انت شايفهم قوي في الحته دي وقوي في الحته دي وليه؟ كمسرح يعني كمسرح، وشوف بقى انت عايز تقول سينما او دراما يعني شو. بص يعني أنا من خلال حبي للتلفزيون والسينما والقصص يعني، انا كنت بشوف ان عادل امام اذكاهم يعني، طبعا. اذكاهم كفكره كمان. وهو مركز جدا هو بيعمل ايه، في المسرح كويس، في السينما كويسه، مهم. في الاذاعه كويس، في كل الحاجات تقريبا عملها، وهو الوحيد اللي لايق على كل الحاجات. ممكن هو اشتغل عليها كتير، وهو على فكره كل فتره كان لازم يشتغل مسرح. المسرح تقعد 5 سنين 10 سنين، كل فتره بيرجع مسرح. عشان المسرح بيبقى اسمه جيم الممثل. فكل ما يروح مسرح اكتر، كل ما يبقى عندك انت سخن يعني. انا بحب عادل امام جدا، وبحب قبول عادل امام الطاغي يعني اه بصراحه. ما شاء الله، هو كاريزما وقبول. طب في فرق بين الكاريزما والقبول؟ القبول زي كده، يعني انت تشوفني تحس ان في قبول. وكاريزما والله العظيم. ممكن كاريزمتي ما تبقاش اعلى من قبولي اعلى. فاهمك. فقبولي اعلى وكاريزمتي لطيفه تمام. بس في ناس بتبقى زي عادل امام، برضو عادل امام قبوله عالي جدا، حقيقي. وصنع كاريزما بالظبط، هو يعني، صنع كاريزما. صنع كاريزما على قبوله. فانت بقيت بتشوفه الجان، بتشوفه الراجل اللي بيضرب 15 واحد و16 طبعا. واحد هو البطل بتاعك.
فهو خلاص وصل لك المرحله دي. هو ده يعني هو ده يعني مش ما وقفش عند عادل امام، انا شايفه ده استمر لحد اخر عمل فني للاسف موجود في الاسواق. مش في دماغي عمل معين والله، هو لازم يطلع البطل اللي بيضرب ال 15 20 أيوة. 35 فاهم. وانت بتستقبل عشان ده عادل امام، لا يعني ما عشان انا انت حبيت الانسان نفسه، يعني اكتر من الفنان. يعني انت حبيت عادل فاهمك امام على جدا المستوى فاهمك جدا، وقبلته اكيد من عادل امام كتير، وقبلته من غير عادل امام من ابطال كتير بحبهم فعلا. مم. بس كل اللي انا كنت عايز اقوله لك ان انا بقيت شايف ان معظم او 95% من الاعمال الفنيه لازم تكون بتدور حوالين البطل اللي بيضرب ناس كتير، والبطل اللي محدش بيقدر عليه وهو هيرو الحكايه فهل انت شايف ان ده الواقع، ان الدراما ساعتها هي بتعكس الواقع في الحته دي، ولا ما انا مش فاهم ايه إيه الحكايه بص انا اقول لك بالظبط. على حاجه، السينما يعني مش دورها ان هي تعكس الواقع، حلو. لان لو عكست الواقع يعني مثلا ناس عايشه في اماكن عشوائيه وبيستخدموا مش عارف ايه ازاز وبتاع وحاجات، فانا انقل لك الموضوع ده بالشكل القاسي ده ليه؟ يعني انا مش مطالب ان انا عشان اوصل لك رسالتي ابقى قاسي جدا عليك، وانا ما انت شايف المشاكل دي كل شويه. بالعكس انا شايف ان اه في حاجات في الاعمال الفنيه دلوقتي بتجيب حاجات اقصى من اللي انت بتقولها، يعني قاسي اكتر يعني. ماشي، يبقى هو مزود، يا اما امم. مزود يا اما مقلل. امم. يعني هو دايما يا يكبر لك الحدث عامل ازاي، يا يقلل لك الحدث قوي. بس هو يعني هو مش المفروض يجيب الطبيعي، لان الطبيعي احنا كلنا عارفينه. فين المتعه في الحكايه؟ يعني انا لما بشوف كنا بنشوف زمان أميتاب باتشان والافلام اللي كان بينط من على الحصان جون ويك وبتاع. وبيضرب 20 طلقه وبتاع، احنا كنا بنستمتع لان احنا نفسنا نبقى كده. هم. يعني نفسنا نبقى في العالم الخيالي ده. هي سينما خيال. انما يعني ماشي بروح اتفرج على الافلام الواقعيه، وفي مخرجين بيحبوا يخرجوا واقعي يعني، وتمام وبتبسط جدا وببقى سعيد. بس انا عايز اشوف خيال في السينما، عايز اروح السينما ابقى منبهر. يعني يعني انت ايوه لو دي جبت لي صناعه، انت معاك حق فاهمك. ساعات بتبقى صوره حلوه قوي يعني ونضيفه قوي، فتحس ان انت الله انا مبسوط يعني من الكواليتي ده. بس يعني ليه تبقى بنفس قصة اللي هي قصة البطل الوحيد الأوحد اللي بيروح يخلص على كل الحكايات وبيرجع تاني بيه؟ هي والله ده اللي أنا بقوله والله بس. لو مشوقه وحلوه ما عنديش مشكله. طب ما في كرياتيفيتي، ما نطلع حاجات جديدة ما نطلع جنبها. حاجات جديدة، ما فيش مشكلة. بس هي فكرة ان يبقى في بطل وهو البطل قايم عليه الحدوتة، هم. لو هو شاطر بالشطارة دي ان هو بيشوقك. يعني زي يعني مثلا ابو علي في كريم عبد العزيز، هو البطل الاوحد وانت شايف هو رايح وجاي وموضوع، بس انت يعني مبسوط، عايزه يبقى موجود اكتر واكتر. ولو في قصة تستحمل ان يبقى في 6 ابطال مع بعض هم. وفي بينهم مواضيع، ليه لا؟ أحلى وأحلى دلوقتي بقت بحسها أحلى ليه وأحلى طبعا. لا؟ يعني هي هم. الفكرة في ايه اللي مكتوب حلو ومتمثل حلو اسمه ايه، اخرج حلو ولا اخرج الإخراج اخرج حلو. حلو. واخرج ولا أيوه. اخرج، انا أيوه. انا مخرج منكم والله. فاهم؟ فهي تبقى حاجه كده يعني، فتبقى عناصر كامله، فانا هتبسط. يعني انا دوري ك... كممثل اني اقدم للمشاهد متعه، اخليه يدفع فلوس عشان خاطر عشان يجيبني. يستمتع. ايوه هي دي شغلانه زي كل الشغلانات، احنا بنشتغل شغلانه فيها سحر، بخليك تصدق ان انا محمد، وتاني يوم بتشوفني في مسلسل تاني احمد وابراهيم. يعني انا بعرف اكدب، والشطارة إن أنا أصدقك في كل بعرف اكدب عليك الشخصيات. بشكل غير طبيعي. يعني انا عامل زي الراجل النصاب. يعني انا من كتر ما هو واثق في نفسه انت بتسيب له نفسك. هم. تمام، مع الاعتذار بالتشبيه يعني، بس هي الفكره يعني. فاهم؟ فالممثل ده شخص خطير جدا، بيعرف يغير مودك وبيعرف يسيطر عليك، بيعرف يحببك فيه لو هو شاطر. طبعا. هي بقى الفكرة من فرق ما بين ممثل شاطر وممثل مش شاطر، ان الممثل الشاطر عنده تفاصيل. يعني انت ممكن تشوف واحد معدي، هو ما يشوفوش واحد معدي، هو يشوفه بتفاصيله. تفصيل شوف اللازمة اللي اه بيعملوا. هم. القميص ده عليه شكله مربعات، فالراجل ده نفسيا كده لطيف. ده من زمان يا ياسر، قبل ما تبقى ممثل يعني دي حتة فيك، ولا بعد ما بقيت ممثل ابتدت تتنمى عندك؟ لا يعني يمكن شوية لما الوعي بقى اكتر، يعني فبدات اركز فيه لنفسي. يعني حسيت عايز ادور اجيب المتعه منين، اجيب المتعه منين، عايز اصطادها من اي حته. يعني يمكن وانا صغير على فطرتي، يعني انا كنت يعني اعتقد اني كنت لطيف يعني. يعني كنت هادي وبسيط وبتاع،
بس كنت بحب الخيال جدا وبحب التلفزيون قوي، وهتجنن ازاي التلفزيون بيجيب الممثلين دول من السلك ده، طبعا وابقى ماشي ورا السلك وطالع فوق بقعد افكر في حاجات غريبه جدا. وباصص لحد وحاجات كده دلوقتي يعني. انت تمام. فاهم يعني، فكان ساحلني. فقلت انا يعني انا عايز ابقى شخصيات كتير، عايز ابقى ضابط ومحامي ومهرب وجدع مم. وحبيب وطيب وشرير. عايز اعيش الحياة دي كلها قبل ما اموت يعني. يعني انا حاسس ان يعني صعب ان الواحد يعيش حياة وما يمارسش فيها كل الاشكال وكل الانواع. تعالى اتخانق معاك في خناقه تعال. عشان احنا اصحاب، وانت شايف ان مفيش حاجه اسمها صحاب. ده اه انا لسه هفاجئ الناس بالموضوع ده، بس هسيبك انت تتكلم. آه. يعني ايه مفيش صحاب؟ يعني ايه الصحاب طاقات؟ تعالى لي هنا في قصه الطاقات ومفيش صحاب. اجيلك طاقات يعني ولا اجيلك صحاب؟ قول لي يعني ايه مفيش حاجه اسمها صحاب وصحابك دول طاقات؟ فهمني الاول عشان دي خناقتنا بقالها شويه. بص انا يعني كل انسان وجهة نظر في الحياة. احب اسمع وجهه نظرك انا جدا. وجهة نظري واخدها من خلال ممارستي لحياتي يعني، حلو. من خلال شريط حياتي اللي انا دايما بشوفه قدام عيني. فانا دايما بشوف ان كل الخطوات اللي كانت في حياتي لها علاقة ان انت بتعافر يعني، ان انت بتعافر ومفيش حد جنبك يمسكك يعني. مهم. فانا اتربيت على فكرة ان مفيش حد جنبي يمسكني. حلو. اتربيت على اني ابقى لوحدي، اهرب في الوقت اللي احس ان انا عايز اهرب فيه، واقفل عليا الباب واقعد اتفرج على تلفزيوني مم. مسلسلاتي والعالم بتاعي اللي هو لوحده ده. بتدخل الكهف يعني. بدخل الكهف بتاع المتعة بتاعتي. حلو. لما لقيت قدامي نماذج كتير من اكتر صاحب قريب منك واكتر واحد بيخونك، بيعمل فيك حاجة بنت لذينة، بيضايقك وحاجات. وانا جربت، يمكن دخلت كام تجربة كده ان انا داخل بنية الصداقة يعني، مهم. واكتشفت ان ما يستحقوش يعني. للاسف بيحصل. او انا يعني انا بشوف نفسي ساعات يعني من وجهة نظري بشوف ان انا مهم، بشوف ان ربنا خلق كل البني ادمين مهمين، ونعم بالله. وانا بني ادم من المهم من المهمين دول. بشوف ان الراجل بتاع الكشري لو اشتغل كويس وعمل شغله احلى شغل هيبقى احلى واحد بتاع كشري. لو الراجل اللي بيمثل ده عمل شغله احلى تمثيل هيبقى احلى واحد بتاع تمثيل. مم. فاحنا كلنا مخلوقين عشان يبقى كلنا احلى واحد، بس احنا اللي فيه مننا المهتم وفيه مننا المهمل. يقول لك يا شغلانتي مش، ما تستهونش بشغلانتك. انت لو بتشتغل محاسب واشتغلت كويس جدا على شغلانتك هتبقى افضل محاسب، هيبقى كل الناس مش قادره تستغنى عنك. ايه ده، هاتوا محمد، هاتوا خالد، يعني حسب الاسم مين. بس احنا مهملين يعني مش عايزين نجتهد في الحاجه اللي احنا بنحبها. بنكسل. وادام اخترت التمثيل فهتعاقب عليه، هتتحاسب قدام ربنا عليه، فتعمله بأحسن وأفضل شكل ممكن بكل تفاصيله بكل حاجته. عشان كده لما حتى البني آدم بيجي يتجوز، استنى، ركز، مهم. دور على اللي انت عايز تتجوزها دي. انت عايز واحدة حلوة وخلاص عشان تتبسط، ومش هروح اتبسط في يعني وطلق ولا اعمل اي بص نيلة لقدام يا في بني ادم. الحياة. انت عايز تتجوز وتبقى عندك واحدة ام لعيالك وست هتفضل طول حياتك بتبص لوشها وهي بتبص لوشك، وانت بتشوف تفاصيلها وهي بتشوف تفاصيلك. فلا يمكن ست تكون بالشكل ده غير لما اكون بحبها جدا وفيها كل الحاجات اللي انا هقدر اشوف بخيالي لقدام ان هي تبقى مكمله. مهم. فانا كده يعني انا بحب ادي لكل حاجه حقها، وكل حاجه ما تستحقش ما بدلهاش. يعني معاك. الشخص ده يستحق حبي ولا ما يستحقش حبي؟ صح. البني ادمه دي ينفع تبقى موجوده في حياتي واسمها يقارن باسمي ولا لا؟ انا بشوف نفسي مهم لاني تعبت في ده، تمام. وممكن ما اكونش مهم في وجهة نظر ناس تانية يعني، انا بتكلم من وجهة ما نظري. هو طبيعي كل واحد مهم من وجهة نظره. فعشان صح. توصل لي او تبقى معايا او اتعب، اعمل شغلك على اكمل وجه، حبني بالقدر اللي انا احبك بيه، ما تحبنيش نص نص. يعني ده في انا حالة كل العلاقات بقى، صحاب او غيره. يعني في العموم يعني انا ممكن بكون مع حد وببقى باصص يعني البني ادمه اللي معايا دي ممكن لو عينها جت يمين سنه او شمال سنه يعني بصت على حد وانا واقف، انا بحسب ده يعني، بروح كاتب ادي اول نقطه، تاني نقطه، تالت نقطه، رابع نقطه، لا شكرا دي خلاص لازم تخرج من حياتي، او لازم يخرج ده من حياتي وانا معاه ما ادانيش الاهتمام اللي المفروض يدهوني كشخص انا بحبه يعني. طبعا. فخلاص ليه بقى يبقى موجودين؟ فالصداقه اللي انت بتقولها مش هتنطبق على اللي انا بقوله، عشان الصداقه لازم تتقبل صاحبك بعيبه وحلاوته صح. ما يعني. هو في مثل بيقول لك خد صاحبك على عيبه، او اه اعرف صاحبك على عيبه. انا اخد صاحبي على عيبه، دي حاجه خطيره برضو، حاجه مش كويسه يعني.
انا اخد صاحبي على شبهي. ما هو بيبقى مشابهك في كل حاجة، ما فيش حد 100% شبه بعض، يعني هيبقى شبهك في حاجات ومختلف عنك في حاجات، بس يمكن العيب اللي في صاحبي ما يأثرش فيا او ما يأثرش في صداقتنا. ما هو مش عيب كريتيكال، ما هو مش حرامي مثلا يعني، لا، ما انا فاهم؟ اقول لك، كل ما زادت علاقتك بالشخص اها. وبقيتوا صحاب، كل ما كان فكره الضرر اكتر، لان انتوا لو زعلتوا من بعض هتنفجروا، صح يعني جدا، هتبقى مصيبه صح كبيره جدا جدا لان انتوا للاسف. صحاب قوي. برافو عليك. تمام، فانا مش عايز اوصل للشعور ده. يعني الشعور ده، هم في اغنى ناس في العالم مهم. واكتر ناس بقت مش لاقي حاجه في العالم، جابوا دول سالوهم وجابوا دول سالوهم، سالوا الناس اللي وصلت في العالم دي، مش اغنى ناس يعني، اكتر ناس يعني وصلت لحلمها يعني، فقالوا لهم ان احنا ما كناش بنهتم بحاجه، يعني ما بنهتمش بالاخر، احنا بنهتم بنفسنا وبالهدف اللي احنا حاطينه، مم. والتانيين كانوا بيهتموا بالاخر. يعني واحد يبقى زعلان من واحد يقعد بقى اسبوع يصالح فيه، اها. بس يا سيدي هيقعد بقى طول حياته كلها عايش عشان خاطر فكرة انه يصالح الاخر. فما فيش صحاب هم طاقات وناس شبهي وبقعد معاهم شوية وخلاص، او مش بقعد معاهم شويه، طاقتي من طاقتهم، يعني انت طاقتك حلوه وانا طاقتي حلوه، فبنقعد نضحك ونهزر ونزود. ده اقعد نوع مع اللي مهم، شبهي. بص ده نوع مهم جدا 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 من انواع الصحاب، وما ينفعش ده نستغنى عنه. بس انا شايف ان في صحاب كتير، الصحاب اللي فيهم عيوب والصحاب اللي فيهم مميزات، اللي هو صاحبك الجدع في وقت موقف، صاحبك اللي تحكي معاه في فكره مشروع، صاحبك اللي تشوره في مشكله، صاحبك اللي ليه؟ تقعد انا معاه قلت تهزر معاه. دول طاقات، ما تقنعنيش بالفكرة بتاعتك دي، بفكرة الاصحاب والحاجات. اصلا انا صاحب ده يعني انا ملزم بحاجات تجاهه، الحقيقه انا مش عايز في ابقى في ملزم واجبات بحاجة، لا. وفي، يعني انت مفيش مالكش اصحاب يا ياسر؟ ماليش واجبات، انا دلوقتي عايز اتصل بيك واتكلم معاك في التليفون، اه هتكلمك، عايزين نخرج، حلو. انما التزم بحاجة ليه؟ عشان ما هو ايه؟ تلتزم بحاجه زي ايه؟ يعني ان انا التزم ان انا ابقى المفروض ان انا اطمن عليك ما هو كل فترة، يا المفروض سيدي، ان يا انا سيدي هو مش ازورك صاحبك، ثانيه واودك واحده وانت ثانيه واحده، تودني هو مش ونيجي صاحبك عند وانت بيت. بتحبه. اه، طيب ما هو صاحبك وانت بتحبه طبيعي هتبقى انت عايز تطمن عليه، ده مش العلاقات التزام. هتزيد، وفكرة ايوه ما هو هتيجي ده مش عندي البيت الزام. وانا اجي عندك البيت ونبقى عارفين اهل بعض ونصحاب بعض، مهم. موضوع حكاية والله كتيرة يعني. ليه؟ ما هو الفوق الدنيا ماشية حلو، عارف فلان النهارده تمام، عارف علان بكره، وخلاص ماشيه الدنيا. هم. انما احط نفسي مع ناس، وخالتي بتتجوز لازم تبقى موجود معانا، مثلا وبنت عمتي جاي لها عريس عايزين نكشف عليه، انا مالي؟ طب انت مين صحابك؟ انت مالكش اصحاب؟ مش صحاب، قلت يعني الموضوع الطاقه بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي الطاقه دلوقتي اللي موجوده حاليا يعني مهم. اتمنى تكمل للاخر، هو مصطفى منصور وهايدي رفعت، فهم الاثنين. الفنانين الجمال، ما انا الفنانين قلت لك قبل الجمال اللي كده، بحبهم جدا جدا. مصطفى بياخدني على قد عقلي وبيكمل معايا في الحكايات، يعني اكلمه في جمل ماشي في الصحراء هيمشي معايا في الجمل ماشي في الصحراء عادي، بيكمل معايا، تعالى نعم، فعجبني تعالى ده. ننط من هنا دلوقتي، يلا بينا وخلاص. مصطفى برضه حبيبي واعرفه معرفة شخصية يعني، برضه هو مش طائق، بس اللي هو الصاحب اللي تقول له يلا نروح المكان يروح الفلاني دلوقتي، روح وبقلب يعني جدا جدا. اديله دماغك يمشي معاك، فهي دي الفكرة، هو لذيذ في الفكرة دي، فشبهي في الحكاية دي ده حقيقي. يعني. بالمناسبة يا جماعة، أنا بس مش عايز أعدي المرحلة دي من غير ما أبارك لهم، أنا آسف على التأخير، أنا ببارك لهم جدا 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 بالمناسبة دي. يا رب يعني ألف 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 مبروك، ربنا يتمم بألف خير على الخطوبة، جت متأخرة شوية، فنانينا الجمال جدا مصطفى وهايدي رفعت. بقوا مطبعين على بعض يعني، فجأة تلاقيهم سكتوا كده ومستنيين نخلص كلام عشان عارفين ان انا بتزنق في قفلة الكلام. هما الاتنين. هم عارفين ان انا ممكن اتكلم وما الاقيش قافله يعني، فابقى باصص لقدامي، ايه، قول حاجه، اتكلم، اعمل حاجه، انقذني في اللي انا فيه دلوقتي، لما مش لاقي الكلام راح فين. فهم مستنيين. بعدين حسيتهم بقوا مطبعين على بعض، لو قعدوا فتره أيوه أيوه، طويله عن كده هيبقى الدنيا صعبه قوي. ما هو أي حد في الدنيا، ما ده اللي بكلمك فيه، أي حد اتنين صحاب هو اتنين بقى فكره مرتبطين الاختيار، بيتطبعوا على بعض، فكره الاختيار، يعني مصطفى شبه هايدي أو هيبقوا شبه بعض أو بقوا شبه بعض، يعني كل فترة فيهم من هتلاقيهم. شبه بعض طبعا من الاول، طبعا طبعا. فلما يتجوزوا هيبقوا فيهم شبه من بعض، اطفال مع بعض، كبار مع بعض كده، فهي دي زي الاصحاب صحيح. يعني، الاصحاب نفس الموضوع او الطاقات او الموضوع، فانت بتختار اللي شبهك في الموضوع. انا اللي شبهي مجنون، هو فاضي، ايوه يلا هننزل دلوقتي، شكرا يلا. باي. هو مش مجنون، هو بسيط. بسيط هي يعني يعني، فكرة هو البساطة. اه طيب انا عاجبني جدا فكره البساطه، وفكره ان هي كل حاجه بسيطه، يلا دلوقتي يلا، او يلا ماليش مزاج، او يلا انت قلت من شويه انك بتدخل الكهف تقفل على نفسك شويه تتفرج على حاجات ايوه، تنام. اصل انا في ناس لو كملت معاهم كصديق والله هموت،
يعني هم كؤبة جدا يعني. يبقى مش صحابك من يعني الاول. لا هو كئيب، بني ادم كئيب، صاحبي بس كئيب. يعني يقوم الصبح يا رب الدنيا في الحال اتخرب بيتي، خرب بيتك ايه؟ ما انت لسه معايا امبارح يا سيدي. امم ومتشائمين بطريقه غير طبيعيه حصل فعلا. بجد والله. يعني ايه هيبقى اموت عشان يبقى صديقي يعني؟ لا في ناس يعني الخضة او المفاجأة او المشاكل بتفجعهم او بتخضهم يعني، فاهم؟ ففي ناس ده ممكن يبقى رد فعل هو للخضة. في ناس والله بتبقى راسمه لنفسها ان هي تبقى تعيسه. لا هو قصده على الناس اللي هي فاهم انت، انا عايز اغني تقطع شرايين، اه انا في عايز كده اكتئب، في كده ايوه عايز مش يعني عارف ده, ايه، ده, ده ده اللي صعبه قصده جدا. عليه. ما انت تلاقي الناس دي اه في حياتنا وهتعمل ايه انت بقى ساعتها؟ بجد والله انت خليتني اقول وو 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 ومش لاقي لك كلام يا اقوله. هقطع شراييني يا هسيبهم وامشي. ليه اقطع شراييني خلاص عشان يبقى ايه؟ سيبهم وامشي، ما انا بقول لك ما انا بالظبط، ما بسيبهم، هو ما ده انا الحل بس التاني. بتنيل بقى مش عشان كده. ما هي الموضوع في كده. انا لو بقى اصحابي هيبقى له عليا حق لازم اسمعهم بقى واقول يا سيدي قول، واحط مشاكل على مشاكلي، وابقى مروح البيت بمشاكل قد كده، وافضل انا مكتئب من مشاكل فلان وعلان ليه بجد والله؟ ماسكين عليا زله مثلا، ماسكين عليا شرايط في حاجه معاهم؟ انا راجل حر. طب الراجل الحر اللي بيحاول يسلمها كده لله ويمشي ونعم بالله. الامور ببسيطه ونعمه بالله، بتعدي يومك ازاي يا استاذ ياسر؟ بص انا بلعب لعبه مع يومي. تعالى انا تعالى، انا قلت انا هاخد منك الزتونه جديده. والله يعني انا بقوم الصبح او الظهر او العصر بقوم في الوقت اللي انا حابه. تمام، انا ما ببقاش عارف الوقت ده ايه. تمام، بفتح عيني كده وابص للدنيا وبتاع، فلاقي الجو مش قد كده، في كلام، فاهم؟ ممكن يحصل مشاكل، الجو فيه عفرة بتاع، فاروح الرياح الخمسين. ساحب البطانية تاني ونايم، شكرا، اليوم خلص بالنسبة لي، عديته. يوم تاني قايم، لا رايق، في زقزقة عصافير بتاع في دماغي يعني، مش في المكان، فاقوم رايق. فاهم؟ انا عندي حاجات، في عصافير هنا في جوه. عصافير والله. واقوم بقى انا مش عارف انا بالليل ولا بكره ولا السبت ولا الاثنين ولا ايه في الاسبوع. تمام، فعيش كده يعني. انا اكيد عيشه يعني غريبه جدا، بس يعني مبسوط فيها. مبسوط. لا انا بشوفك ساعات عايش جوه بابل، عشان كده سالتك. انا عملت بحسك عايش جوه عملت بالونه كبيره. انا اسف انا اسف يا استاذ، عايش جوه بالونه كده. انا عملت مجهود كبير في حياتي يعني. انا ساعات يعني كان بيوصل ان انا بمشي من الهرم للطليعه مشي بسبب الماديات والحاجات كده. فتعبت جدا من المشي ومن السعي ومن مش عايز انام، عايز اريح نفسي، عايز اتفرج على الحاجه اللي انا بحبها، ببص لاخرتي زي ما بيقولوا. عارف، بحس ان انا كبرت فجاه مثلا او حاجه. بالعكس بالعكس، ده انت يعني انت بدماغك دي انت بتحاول ما تكبرش او ما بتحاول ما تشيلش نفسك الهم او والله يعني بحاول اتعرف على دايما شباب صغيرين، عشرينات 25 الحاجات دي، يعني عشان يبقى لسه في عندهم روح طاقه وطاقه. وبتاع. في مراحل تانية بيقولوا عليهم الجينزي بقى ومتعبين وبتاع مش وشويه حاجات مشكله، عامه قول اللي كده. انت عايزه. شانزي شان جو. طيب بمناسبه عدي يومك، انا عارف انك سوقت قريب. سقت. ابتديت تسوق قريب صح؟ انا عارف، ما بقولك. انا عايز اقول لك انا علمت نفسي بنفسي يعني. ما هي دي حاجه انا كنت عايزك تتكلم فيها، فكره انك لسه بتسوق قريب، فازاي عارف تعدي يومك في السواقه وفي الشارع بان انت لسه كمان معلم نفسك؟ احكي لي القصه دي عشان كنت بص عايز اعملها في حلقه انا والله. اقول لك على قصتي في السواقه. انا عمري ما سوقت خالص، وطلعت في دماغي مره ان انا اجيب موتوسيكل، واو. يعني مش عارف ليه. تمام، فانا رحت معايا فلوس وحوشت وحاجات كده، ورحت بصيت على الموتوسيكل فعجبني بتاع، هو ده تمام، اشتريته وبتاع. بتعرف سوق؟ لا، ودوه البيت. فانا حطيته البيت تمام. وفي حته واسعه جنبي كده، بالليل بقى خالص اقعد بقى ايه اعمل واجرب واشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، واقع شويه واسنده شويه، وحد النبي يسند معايا والنبي يا ريس وبتاع، لحد ما بدات تمام فيه. فبدات اتعلم بس على الجزء اللي قدام بس، يعني لو حد راكب ورايا ما بقاش مش واخد بالي من المسافات يعني. ايوه صح. يعني حد راكب ووزن ورايا، الموتوسيكل بيتغير على فكره، انا عندي اصحابي حد بايك. راكب ورايا واخد ملف، انا المهم الحته اللي انا فيها تطلع، هو خبط ماليش دعوه. مش مهم يولع. فاهم؟ بجد والله. يعني انا عايز اعدي بالحته اللي انا متعلم بيها دي. وكان عندي واحد صاحبي يعني تخين، كان بيركب، مش عارف يعني، انا عايز اعدي الملف ده بس مش عارف اعدي بيه، فبنزله يلف من الناحيه الثانيه. والله يقابلني اللي هو انا مش هقدر الف بيك الملف ده، الملف اكبر مني ومنك بصراحه، مش هينفع. فبعد كده قلت لا يعني شويه خطر يعني، هو خطر خلينا في العربيات. فجبت العربيه نفس الكلام، الراجل وداها لي لحد البيت برضه. لاني ما بعرفش اسوق عربيات، لان ابويا كان بيعلمني زمان على المانوال. حلو. طب فالمانوال الاوتوماتيك اسهل من المانيوال؟ المانوال لازم بتدوس على حاجه
وتمام، وتبقى بتعمل حاجه تانية ومش عارف ايه، وتلقط وتمشي، بتعمل حاجات كتير قوي في نفس حصل. الوقت. وهو بيقول لي بص على المرايات ومش عارف ايه، يا ابني ركز، ويعمل لي دي مش حاجات كده، دماغك. وانا يعمل لي ربه، فاهم؟ اللي هو يا عم في إيه؟ انت بترعبني والله، ما انا متعلم، عارف ده. فما حبيتش السواقه. فبعد كده قلت انا لا، انا راجل كبير وبتاع، لازم اسوق بقى، عيب يعني، ما يصحش يعني، حصل. شكلي في المجتمع ايه. فكنت بتعلم وبخاف، يعني مثلا انا في تريلا داخله جايه من بعيد، فده موضوع كبير انت عليا. علمت نفسك بجد ما حدش علمك؟ لا لا والله. خدت العربيه كده بالليل وقعدت تتمشى بيها وقعدت وبتاع؟ امشي، وبعدين اجيب مصطفى منصور مثلا جنبي يوم، حد صاحبي تاني من ايوه الناس يوم مثلا يقعد. ومصطفى بقى بيعلمني ايه، مصطفى بيعلمني الغرز، طبعا. يعني هو ايوه، ما هو بيساعدني يا ابني مصطفى علمني بيحب يجري، السواقه، ايوه هو وغرز بيعلمني وبتاع. الغرز. فبدات اخد غرز وانا لسه بتعلمش السواقه كويس، يعني فاهم. فبقيت اشكل في الناس اللي هو يا ابني انت حمار، ما تفهم يا غبي، وحاجات كده كنت بسمعها، وكنت بعتبر ان يعني عامل نفسي ان الكلام مش ليا يعني، عامل بقفل الازاز جامد وبتاع، وارد وعلي عليهم وانا كتسجيل يا باشا ومفيش حاجه لا، يعني. وبرد عليهم وانا في الازاز يعني، فقافل الازاز جامد وبتاع، انت اللي مش عارف ايه، وانا عارف ان هو مش سامعني يعني. خلاص انا خدت حقي. فابقى يعني واخد شجاعة كإنسان يعني. بس لحد ما جيت أول مرة بقى قلت لا، أنا لازم أحطها في جراج وبتاع، أحافظ عليها وحاجات كده، وبدأت أعملها كأنها إيه، كأنها بتحس وبتاع. أنا بسمع اللي مسمي نوسة واللي مسمي اه عزة، طبعا طبعا. تمام، فسميته على اسم بنت أنا كنت بحبها، تمام. بس يعني ماشي تمام. مش المهم هعرف اقول الاسم. لا، مش هعرف اقول اللي بعد الاسم، تمام. كان في لقب بعد الاسم ولا ايه؟ لا يعني هي حاجه مش حلوه ان هي تتقال طب يعني. خلاص ماشي. فانا عاوز بقى ايه، انزلها الجراج. فانا بنزلها الجراج، فاول مره يقابلني منزله كده للدرجه دي يعني. فانا بعمل كده فحسيت في موضوع، انا العربيه بتقلب ولا عامله كده، بيحصل ايه. ايوه. فمن الخضه، بدل ما ادوس على الفرامل دوست على البنزين، فدخل في الباب، فانا متوتر اكتر، فبدوس على بنزين تاني، يا فبياخد جدع. دين وحاجات كده، يا لحد ما جدع. الناس كلها نزلت في الشارع، وبقت حكايتي معروفه في الشارع عندنا يعني. بقيت اشهر واحد مع عربيه في الشارع. معروفين كلنا. وانا اصلا نزلت من العربيه وقعدت ابص، يعني ما خدتش رياكشن، يعني ما عملتش رياكشن لا وحاجات لا. ده انا عادي يعني. انا ما بعرفش امثل الحاجات دي وانا على الموتوسيكل اللي انا كنت جايبه في الاول. لما كنت بقع ما كنتش ببقى عارف اقع ازاي، ايوه طبعا. فاروح بالراحه كده على قد ما اروح رامي عامل كده فاقع غلط يعني، مش مم. عارف اقع. انا ما بعرفش امثل الحاجات الحقيقيه يعني. يعني رد فعلي في ان انا اطلع من العربيه ابص، يعني هو اعمل ايه كده يعني، بس مخضوض يعني. ايوه، ما انت مخضوض، بس انت رياكشنك لجوه مش لبره. رياكشن اللي جوه، يعني انا طول الوقت وانا مش بمثل فلات، رياكشنك لجوه. لا فلات، عشان انت ما تعرفش انا بفكر في ايه ولا انا عايز ايه، يعني انا ببقى قاعد معاك فلات سوسه. عامل لك كده، مش سوسه سوسه، سوسه. عشان انا بفكر في حاجات وانا مش عايزك تعرف عني حاجه، يعني مش عايز تعرف. بوكر فيس. ايوه، انا بحس ان البوكر فيس ده ناس سوسه يعني. فهمني، انت مبسوط ولا متضايق دلوقتي؟ انت معانا ولا مع الاسف يعني؟ لا فاهم. بوفر، بتوفر ايه؟ طاقه ليك؟ بوفر رياكشن. بتوفر لا تشتغل بيه. والله، والله بجد. يعني ساعات مثلا اكون بكلم حد واقول له ايه يا عم مش عارف، وقاعد اكلمه واعمل حركات غريبه كده، ايوه. فيقول لي ايه، اقول له بقالي فتره مش شغال وبتاع. فبطلع. ما بدرب عندي رياكشنات خزين يعني. منه. ايوه. ايوه، وباخد الدلع موجودة جوه. باخد الموضوع على محمل الجد يعني. مهم. في ناس ساعات تحس ان انا ايه ده، او خدت فتره كده مثلا اقدم ميعاد لحد 12 يجي 12 و5 امشي. يا والله انت مواعيدك مظبوطه. كان يعني وانا فتره انا كنت حاببها يعني، كنت حابب امشي الفتره دي، البني ادم الملتزم الملتزم جدا اللي وبتاع. مواعيدي مظبوطه. فخسرت ناس كتير قوي اوه. بسبب الحكايه دي، ان هم بيتاخروا عن الميعاد شويه، حلو. وهو يكون جاي من مشوار وبتاع وراكب فانت مترو. بتسيبه وتمشي. اه ما انت برضه مسك العصايه من النص، هو يا كده يا كده. لا، ما انا كنت عايز اخد موقف يعني، اه. من اجل ان انا اخد موقف يعني. لو انا كاريزما وباخد موقف وما ايوه، تتاخرش عليا لا وبتاع. يعني ما كنتش حاطط في بالي ده، انا كنت حاطط في بالي ان انا عايز ابقى شخص مهم وسط اصدقائي يعني. اها فهم باشا، انت شخص مهم من غير حاجه والله لا يا لا، انا ياسر. في انت مهم الاول يا ما كنتش ياسر. عارف انا ايه، فعايز ابني قاعده يعني. فقلت ابدا من القاعده اللي هو انا شخص مهم وما بتاخرش على المواعيد، عشان لو هم بيبقوا قاعدين مع بعض يجيبوا سيرتي في ده، هم. فابقى مهم في حته، يعني عندي حته الناس بتتكلم عليها مختلف عن بقيه الناس التانية، فانا مميز في حاجه يعني. وبعدين لما كبرت شويه فحسيت ان كل الحاجات اللي انا كنت بفكر فيها وانا صغير يعني ما تستحقش كل التخطيط ده يعني. الموضوع مهم. اسهل من كده بكتير. بس احنا اللي بنحمل نفسنا آه بنحمل نفسنا حاجات زياده يعني تبقى انت صاحبك ده محمد مثلا، فتبقى انت بتتعامل معاه، يعني انا في ناس تيجي تقول ايه ده اخويا، اي. ده احنا مش عارف ايه، حصل. وهو يعرفه من شهرين مثلا.
بيحصل، مش هنكر بيحصل. ايوه يا اخوه، ايه لو كلمه في التليفون مش هيرد عليه. بجد والله. يعني هيبقى بيكلمه في التليفون وهو مش يعني مفيش عشره قوي. يعني انت ممكن تبقى شايف ان انت اخويا مش شايف ان انت حاجه. يعني عشان انا اشوف ان انت اخويا لازم ده يبقى من مواقف كتير وحاجات لا انا لازم كتير. اشوف يعني الشخص الثالث اللي بيبص على الاتنين دول هو اللي يقول. يعني انا ما ينفعش اروح اقول حد للناس، من بره شايفه انا أصلاً. ما ينفعش اروح اقول للناس انا ممثل كويس تمام ولا ممثل وحش تمام. ماشي. انا بمثل المطلوب مني، انت شايفني هنا دي كويس شغلانه او لا. الناس تحكم عليك من بره، انا معاك جدا، بس فكره صحاب، يعني انا وانت صحاب لا. او انا وانت عارفين بعض اول امبارح بنقول على بعض اخوات، سميه قاعده مش فاهمه احنا فعلا او عارفه احنا بنحب بعض بجد ولا كل واحد لا فينا من غير ما شايل تقول لي اي حاجه وانتوا بتتكلموا مع بعض هيبان. انا هبان، هعرف صداقتكم واصله لحد فين. هم. يعني هي دي الفكره. مهم. انت مش محتاج تقول لي بقى حاجه. لو انت قلت لي حاجه فانت عايز تثبت حاجه وتاكد لي عليها، فانت عندك يعني حاجه خايف منها. يعني لا والله ده صاحبي، لا تفتكر اصل هو مش أيوة. صاحبي، ده احنا متربيين مع بعض، أيوة. يبقى في حاجه. فاهمك جدا. يعني هو كان هيقول، يعني كان هيبان من غير ما تقول. فبحس ان دول بيبقوا مش هو في حقيقيين. مثلا برضه بيقول اللي هو ايه، من القلب للقلب، فانت بتحس انت لو بتحب حد قوي هو كمان بيبقى حبك والدنيا بتمشي. بيبان والله العظيم، بيبان من سلامكم طبعا. يعني حتى بالايد، طبعا. بس طبعا. بيبان من طبعا. السلام. طبعا. مش محتاج والاي كل المجهود كونتاكت ده والعين وكل الكلام ده. وكل حاجه. يعني هتلاقي فلان وفلان تقول لك انتوا تعرفوا بعض من زمان، عرفت منين؟ في كيمياء ما بينكم، مش محتاج انت بقى تعمل كل المجهود ده. يا فندم والله شكرا على كمية الكيمياء اللي في الحلقة. يعني انت مش فاهم، انت ده انا خليت بتكسف الحياة ما بسيطة. ايه تكلمنيش ده ايه ده، لا بالشكل لا ده. لا لا لا، ده انا عندي كلام كتير ده قوي والله عايز هخجل اقوله. والله، وشي احمر وبتاع. يعني انا اكتشفت صاحبي في الحلقة دي بصراحة النهاردة. انا كنت فاكرك لا عايش في البابل ومنفض، لا انت طلعت بس انت عندك كل حاجة جوه، بس انت مدينا البوكر فيس. انا هبقى ايه يعني، هفضحك بقى بين صحابنا، هقول لهم يا جماعة ده بوكر فيس بس هو شايل كل اللي احنا بنعمله. هتوضحوا ليه ما بين صحابك؟ الايه؟ هتوضحوا ليه ما بين؟ لا هو اتفضح خلاص. لا هم احنا عارفين، ابسط من يعني كده، هم عارفين. هم عارفين وانا يعني لو ما هم مش عارفين ومش واصل لهم الفكره، ما كانش هيبقى يعني ده ياسر رفاعي وده ابراهيم وده خالد وده علي وده هو سيد. كل واحد فينا طبعا سايب لازم. بصمته في الحياة وانت لو ما وبين عندكش حاجه صحابه مختلفه وتكوينك مختلف ممكن ما تبقاش حاجه، يعني ما تبقاش عنصر وسط العناصر دي، هتبقى شخص عادي. مفيش حد فينا مش مختلف، كل الناس مختلفة، لا ممكن حتى يبقى الشخص هو العادي مختلف. مختلف حتى في تفكيره، في كينونته، في طبعا. موضوعه، بس طبعا. هي دي الفكره. انا سألتك قبل كده انت شايف الناس كاركترات، قلت لي لا انا شايفهم حاجة تانية، تفاصيل. شايفهم تفاصيل مش كاركترات. أيوة. تاخد الواحد بتفصيلاته. ايوه تفصيله. اصل كاركتر يعني شخصيه، يعني صح. هم كلهم شخصيات فعلا. يعني انت شخصيه وانا شخصيه وانت كاركتر وانا كاركتر وهو كاركتر وهكذا. بس يفرق احنا نفرق عن بعض في فكره تفاصيلنا واحساسنا بالاشياء. يعني انت لو بتكلم ياسر في التليفون غير ما هو بيكلمني، غير ما هي بتكلمني، دي بقى اللي بتفرق التفاصيل. يعني ده اللي ممكن يخليني اجي في 5 دقايق، وممكن ده يخليني اجي في نص ساعه، وممكن ده يخليني اجي في ساعتين، حسب طبعا. تفاصيله معايا ايه. طبعا. انا بشكرك جدا جدا على كميه يعني الفضايح اللي انت خدتها دي. لا والله العظيم يعني الجود فايبس، الناس كلها هنا قاعده بتضحك ومبسوطه. انت عملت حلقه دمها خفيف قوي قوي قوي، يعني من احلى الحلقات ومن اخف دم الحلقات. اكتشفت صاحبي بجد جديد، وتعلمنا ان احنا النهارده نعديها ببساطه، ما نعديهاش في موقف معين، ما نعديهاش في سيتويشن معين، بنعديها في المطلق. حاسس ان انا هسمي الحلقه بسببك، والله ما كنت عارف لها اسم قبلها. عدي يومك ببساطه فعلا خلتنا نعرف نعديها ببساطه، ما نشيلش هم الحاجات بتحصل تضايقنا وحاجات بتحصل تساعدنا. وفي نهايه الحلقه خد الموقف او خد رياكشن الموقف على قد الموقف، ما تزودش، ما تبقاش دراما كوين ولا قوي تزود في الفرحه عشان ما تجيش يعني تقع على وشك. ياسر نورتني جدا 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 جدا، يعني كنت مستمتع جدا وكنت مبسوط ان دي كمان اخر حلقة في سيزون 1. شرفتوني جدا جدا جدا، بسطتوني. ان شاء الله استنوني في اول حلقة من سيزون 2 عدي يومك مع شادي صالح قريبا جدا. استنونا وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. عدي يومك شادي صالح. حلوة.